كبران تخطتلت مدبنا كمي حديركم كمي وعلكم مساخم الراديو دمس حرنت أهجرا وهدت كاب هاجر شودن مساخم الراديو دمس حرنت كاب هاجر شودن كبران تخطتلت مدبنا بأري لومي علت 27 قنبت كلتا شحن 17 عام تمرت فرنجي ساعات حالة لقرات أتري اتلمود مدبنا بخلت يوم علان قنقاتاتنا تقرنيان عربن إنفنو بوتاو راديو إنه نجمر كبران تخطتلت مدبنا بأري مسنا يلوم مدواتنا نمللاي دا أكل قدماي سمنا وزينا انتاي تقاتيمو بخوناتنا خوناتات هزبنان هاجرنان علمنا نزتكورو كنتنكف إنا بمغصال كبران تخطتلت مدبنا أقداسي سمونينا نبر زلنا بسلف ديمقراسيز بإرترا زوز الرس عن كس أقداسي مسناس النت زوادا در نجر كم زي الحجون مسناس النت متكعتها خمزي بلوز حبر أقداسي رست خلنا نبب كنفتنينا بمغصال كبران تخطتلت زلكم رئيتو حبريتا خمت المود مخرن مريجا درفتاتن أقدستي هزباوي تكم زخونو أرستاتن معدتاتن حنقو فايلنا نقبلو حمسنا بنخبط سخاء داقمنا نحبر كتتاخت رغبنا مستدوليو خاء أب دمس حرنت جيميل آتيكم بإيميل وكمان كتا أب استوديو ناخت رغبنا مستدوليو 031 20 شدشتن تسعة لكم كدولو تخلو كواتساي مزخون كا 004 سلاسان حدن 20 عسرت تسعة لكم تروبنا حنقو فايلنا نقبلكم دحر مجراش مدبنا خا كل تحستو اب يوتيوب قريصنا اب حرنت اورغون اب دمص حرنت اتيخم كسمعكم تخلو اقدست ورن اقدست رخبوتات نعنا خم ارتراويان زتنكفون سلازلو ابو نختبلو نمكر كسام مجرشتا مدبنا مسانا خصنحو نعدمنا دحر قرب دقائق خبر كنعطينا نايلو مدب أقربتنا دالوتن محمود إسماعيلن صحيح قلتان بايرة قرول دينا سناي مكتتالك برلنا
أرئيست زينا علت 27 قنبت كلتشحن 17 عام تمرت فرنجي نخلهم أحواتن أحاتن أمنتي هايمانوت إسلامنا بفلاي كأن أحواتن أحاتن دك زابرخت مريت إرتراويان رمضان لما علت سلة جمر رمضان كريم نبلكم قال ناي أبومبر سلفي ديمقراطيس بإرتراخ قوصلي يوتبوري أب كتمانا ختما يوتبوري كنتيباناي كتما يوتبوري مفولو يركب مس إرتراويان زتغايدة بأقدسي محبراوي بهبتا ما استمرون لزبن كم تزازمي تحبيرو منجست شودن حجي حدش قدي مالت حجي أبناء سراحن كم أون كلهم سراحتنياتات ناي منجستي إن حبرة السب وكأني نوصاتنياتات في الله يبناي سدتنياتات زغل قلو أب وصائي زركوب إمباستات ناتو خمان قلي بلشون نام قدلتن سلازرو مرمرا خكايد والسينو أستراليا جنفر سلفي ديمقراطيس بإرترا أب أستراليا صعوت أخيو أكايدو عباي بريطانيا قبصي جينا حجون انتخوني اتي اكاي قبري شبرا أب عباي بريطانيان أب قبصن جينا يقصل الله إرترا قدم خلطة معالتي مالت قدم سلسة معالتي على 24 قنبت فتوت هاجرنا إرترا العلاو النتاز اللي بسلو أب كل خرنعات عالم بستفلا لسمعيت كبيرة وعلا أب أسمرا جن بتجناي ملاخ سرعات أب بومبر واي بريسيدنت دولو جن زحفر قالات سمعوا إرترا دجنا أب هاجرنا إرترا بعلونت بريسيدنت خمز أمنلو نايمين كمون ناي هوسبيتالات حميمة ما هوسبيتالات يوم جنريتر ويكا بنزين نفتام سوق بحالو بمساعد أتقرر مخينو الله جيبوتي أب أفريقيا زعبي ودب هانيسا نأقل قلوت دلو تخمخانا منقس جوجي حبيرا حبرت هاجرات أفريقيا مبل 54 لدت ودب حدنة أفريقيا أتنبيلو إثيوبيا دكتور تدروس أمانييل ناي حبرات منقستات عالم ناي مقبي وانا دايركتر تمريسو ناي مودة تازينانا كاب إكواتوريال غيني حنت خابتن سالساي كاب عالم مفريت نايلان باس لزخونت أب أوبك زبها المحبر كوينا زبلو خونيم زينا بزرزر رمضان كريم لومي علت 27 قنبت كلتشحن 10 صوم رمضان جمرو العلت سلازخونه سلفي ديمقراطيس بإرترا نقولهم أب عالم زركوبو همنتا هايمانوت اسلامنا بحبار بفلاي كان إرتراويان دما سناي مجمار رمضان كريم يقبرو لكم يبل أبو أمبر سلفي ديمقراطي حزب إرترا منقست أبا أسمرم مبل 26 عامت ناصنت إرترا بأبو أمبر سلفي ديمقراطي حزب إرترا سناي من يوت هاجرن حزبن مجلسي
كبراتن كبرانن حزب إرترا ن30 عام زكايد برتاو تقادلو ب1991 نسراويت قواطي سرعة إثيوبيا كاب مريت وحق حيب مصراق إرترا نصا أوصيوا 24 قنبت 1993 تخايده حزباوي وخصا دما إرترا نصان لعلاونتن هاجر كوينا أهجراوي تفلاتنت كا رخبت إذا ناس النتزي بحبو تركبو زي كونس كبتنا هوة النبرة جزيان مسوعة مخفال إيوخا تراغاقيسو سلفي ديمقراسيس بإرترا بأقات آمن ببال 26 عامت ناس النت إرترا نزب إرترا نا يوهانا ملؤتقنا محلالفه بتخال إشانخ كا أبتحتولك أملا خسرعات زعلفو زلو نايسقاين عفنان هلوات مرير حزنو بوغاهي خا يقلص مبل 26 عامت ناصنت اب نصمبللو زلنا اوان حزبي بسنكت سئنت ماي مبراهتي منبر ابايتي حكمنا سراح يساق بمهلاو زي كحد حزبن علمن زمسكرو صحاي زوقه حقي ايو ابرس زي مالايا زي بلوم من سيات إرترا ناي مصاي عدلوم تصفؤمن سلز صلمتهم زفتو هاغرومن حزبومن زفتو حزبومن رحريحهم نسدت يمرحو الو أب قعزو سدتهم دمان موت جسد سبعو مسالات عزبا يقالعو اللو إتيز بنا لليوم كبرتاتن بهلتاتن تدوينهم سدتنياتات سؤوناتن زبل سم مصوعي حلاقتنا بمخانو كمي زي حزن سرعات سياس مس إثيوبيان يمن جيبوتن زولعو خينات قال كفال أمريتنا كنسئن غيرنا اللو حج دما أب جمجم أي بحر زركب مايتنا مريتنا سمايتنا نتم أنصار حيلتات حوتي زواج زلو بسعودية زمرو حيلتات زلي زكاريو هاجرنا معندرنا يوصاي سراويت كوينا تركب حزبنا دما أب جزء بحرو يجفف أب جزء مريتو مايتون دما كنكاسا خينكاسا استحريم وقت حزيكونس بدبدبا نفرتي لفنتا هاجرات عرب نموت يدارك كم زلو خا إنه يرأي جميرو الله كبراتن كبرانن إذن حزب إرترا بمبلع زلمدي سرعات حجي خا تأمور زلاقي لمعات أبتحتي زبل مكور قالات نتن أب قدام زركبا حزبتات رهيسون دخيمون زواللنا يوصبات إيرا نمنزع كدامق يركب الله دحريف شلت مدبات تأمور حرشة مهنات مدنبر عبايتي فوند بيشك زمرح زبل مفنترا محداق حزبي كتالل زخيل سب زهلو أي مثلنا أب إرترا جنزبي أب لمعات أفسيسي ربح خرك بيقولوا زحسب إرترا يكون وتأتني أنت هليو زعبدة وي نجر زي سجبت راح كون يخل معدن إرترا تبغى حقيهم بودم متوع نقدام يوصوا يرأيوا اليوم أتاويتهم جن أبي يوعل زفلت اتملاخي زودي زي دفئن نجوس مجابريات هترح يوم زفلتون زتقاملون إرترا أبتحت سرعات إسياس بوليسيتاتون سلام لمعاتن فتحن ديمقراسن سفنا هاجر خدكون كم زي تخيل زحلفنا أنا 26 عام التمكروز مسكرو حكيو سلازي خا بزيكا سرعات إسياسن بوليسيتاتون كايركا بقوام اتم حدر جزاءات حجز سفنا إرترا مهنات كالب متكاتا يلن نزخون مقبار أوشتنا وقدام نزركوون لو تزقالوس إرتراويان نتبحبار كسرحهم زي كالي ألوتاو متمكروتات أب كاب متقام وصيوم لو تنسلمو مسجقارن سلطان كراغا قصلو زخ البايتا كدمدمو وي كان صفو يقبا نتين مقبار دما كساب ودقت ديكتاتورياو سرعات بهزباوي دبلوماسياو زيناون عيوتات ككايد وي كأخصالو تزولوم حبارو علامات علاماتاتن مسمع طرح ايو زحتت بزي هاجر كبري اللين ديمقراسي خراغز انت زي كقال نزك كبيد واقع زخفلنا الله هاجر محلاو نسماعتات مخبار نحادنت زفتاتنا نحيلتات مبدا حلفنتنا نقبؤنان ايو اب إرترا زلو قفاعي سرعاتكم كلهم كم اوز امسلو سرعاتات موضعو محلافون اي ترفون ايو دروكا انفتاتو كرئي جمر الله حزب إرترا نبار سلازخوني عصب مسوعتون قالسون كرك مخانو عين التراترن اينا سلام كنتيت وبرهان ينقص مبسعانا نقالسي اندقنا نحدث كبرن زخرن سلاماوي
ዘለዓለማዊ ክብርን ዝኽርን ንሰማዕታትና መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም ኣብ ወንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ 24 ጉንበት 2017 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ የቱቦሪ ዓመታዊ ጉባኤ ምሕዝነት ወደናዊ ኤርትራዊ ባህላዊ ማሕበር ብሃብታም ኣስተምህሮን ልዝብን ተዛዚሙ ዓመታዊ ምሕዝነት ወደናዊ ኤርትራዊ ባህላዊ ማሕበር ኣብ ከተማ የቱቦሪ ብዕለት 25 ወር 5 2017 ካብ ሰዓት 14 ክሳብ ሰዓት 10 ሰዓት 5 ፈረቓን ብዓብላሊ ተሳታፍነት መንእሰያት ዝነበርዎ ኣገደስቲ መሰጥ ኣስተምህሮን ልዝብን ኣብ መዓልታዊ ህይወት ኣብ ከተማ የቱቦሪ ዝትሕዝትኡ ብዓወት ኣሰላሲሉ ኣብ ወንበር ማሕበር ወደናዊ ኤርትራዊ ባህላዊ ማሕበር አቶ ቶማስ ማንግሶን ናይ እንቋዕ ደሓን መጻኹም ኢሉ ብምኽፋት ናይዛ ክብርቲ ዕለት 24 ጉንበት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ መበል 26 ዓመት ዝኽሪ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ እንቋዕ ኣብቃዓኩም ብምባል ብሰናይ ምንዮት እዩ ከፊትዎ ቀጺሉ ንቐዳማይ ዕዱም ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ የቱቦሪ ሓላፊ ናይ መንበርን ገዛውትን ናይ ስራሕ ሕቶን አቶ ዮናስ አቴኒዩስ መድረኽ ሃቦ አቶ ዮናስ በአዝዩ ሰፊሕን ብርሁን መደብ ናይ ኩነታት ስራሕን ናይ ስራሕ አልቡነትን ብጉዳይ መንበር ገዛውትን ኣብ ከተማ የቱቦሪ ብጉዳይ ነዚ ትግብሩ ትካላት መንግስቲ ግዲኦም ሓባራዊ ሙሃት ስራሓቶም አብርሂዩ ተሳተፍቲ በአትኩሮ ሃልዋቶምን ተመክሮኦምን ኣገደስቲ ሕቶታት ብንጹር ብምቕራብካ ዳርጋ ናይ 1 ሰዓትን ፈረቓን ዝወሰደ ክትዕል ዝብን ተኻይዱ ዝነበረ ጊዜ እኹል ስለ ዘይኮነ ንመጻኢ ሓድሽ ርክብ ክገብሩ እንደገና ተማባጽዑን ኣመስጊኑን ዘረብኡ ዛምዘመ ቀጺሉ ሓውረ ዘነ ተስፋጽን ኣባል ባይታ ሃገር ሽወደን ነበርን ኣባል ፈጻሚ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ሓላፊ ምጣኔ ሃብታዊ ጉዳይ በትልዝብን ንጹር መሳጥ መደረኡ ታሪኻዊ ኣማጻጻ ሃገርና ኤርትራን ህዝባን ካብ ጥንቲ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ኣብ ግዜ ሰውራ ክሳብ ናጽነት ድሕሪ ናጽነት ህሉ ምሕደራ ግዳይ ኮይኑ ዘሎ ውጽእ ህዝብና ብፍላይ ንመንእሰይ ዘተኮረ ታሪኻዊ ኣስተምህሮ ብምሃብ ተኸቲሉ ኸዓ አቶ ኡሉፍ ቦስትሩም ናይ ከተማ የቱቦሪ ናይ ውህደት ፖሊስ ብቕልልን ኣብነታውን እናሰነየ ትርጉም ፖሊሲን ዲሞክራሲን ምልክን ኣብ ትሕቲ ዝብል 4 ዓንዲ ሕጊ ናይ ሃገር ሽወደን ዝካየዱ ልዕልና ሕግን መንግስትን ህዝብን ብኸመይ ይወሃድ ሓቢሩ ፖለቲከኛታትን ትካላት መንግስቲ ሃገር ሽወደን ኣፍልጦም ብዛዕባ ሽግር ኤርትራ እኹል ከም ዘየሎን ኣፍልጦውን ከም ዘይብሎም ከዓ ኣትሪሩ ነቒፉ ንሕና ከም ኤርትራውያን ንህልውስ ቅያትና ሰሚርና ብህዝብን ፖለቲከኛታት ሽወደን ኣቢልና ክንሕብር ኣቢልና ክንጸልዎን ክንቅይርን ድሌትና ኸነማልእን ተላቢዩን ብሉጽ ኣገዳሲ ኣስተምህሮ ከዓ መደርኡ ዛምዘመ ንተሳተፍቲ ዝዕግብ ኣስተምህሮ ከዓ ሃበ ኣብ መወዳእታ ንካድር ማሕበር ሰራሕተኛታ ማሕበር ሰልፊ ሶሻል ዲሞክራትና ናይ ማሕበር መንእሰይ ግደ መንእሰይን ዝገብርዎ ለውጢ ሕብረተሰብን ግብራዊ ኣብነት ብግብሪ እና ዝተዓወተሉ ሓቢሩ ንኤርትራውያን ይብል ንስኻትኩም ከም ኤርትራውያን መንእሳት ከዓ ምሳኹም ሓቢርና ኮይና ንዘለኩም ሽግር ፈቲሕና ንከተማ የቱቦሪ ክንሃንፃን ከነማዕብላን ፖለቲካን ትምህርትን ህዝቢ ብምጽላው ከዓ ክንዕወት ብምባል ሓፂርን ጠቓምን ዝኾነ ሓበሬትኡ ኣደናቂ ዝኾነ ሓበሬታ ወይ ከዓ ኣስተምህሮ ሂቡ ኣብ መጨረሽታ ኣብ ወንበር ማሕበር አቶ ቶማስ ማንግስቶን ከዓ ንኹሎም ኣጋይሽ ጽገሬዳ ዕምባባ ብምሃብ ብኽብሪ ምስጋና ኣፋነዎም ድሕሪ ናይ ዳርጋ 2 ሰዓት ፈርቓን ዝነበረ ኣስተምህሮ ትልዝብ ቀጺሉ ዓመታዊ ጉባኤ ማሕበር ኤርትራዊ ሽወደናዊ ናይ ባህል ማሕበር ዝቐረቡ ንጥፈታትን ዝተተግበሩ መደባትን ጸብጻብ ናይ ገንዘብን ኣቕሪቡ ብዲሞክራሲ ኣገባብ ኣብቲ ተሳተፍቲ ዝነበርዎ 15 ዝኣባላታ ኣካያዲ ሽማግለ መሪጹ ኣኼብኡ ብሙቕ ሕውነታዊ ውህደት ከም ዝዛዘመ ወኪል ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ድምፂ ሓርነት ሓቢሩ ሽወደን ኣብ ሃገር ሽወደን ኣብዚ ግዜ እዚ ከምቲ ኣብ ዮናስ ዝሓበሮ ናይ ከተማ የቱቦሪ ከንቲባ ሓደስቲ ሕግታት ናይ ስራሕ ከም ዝፈጠረ ተዳልዩ ከም ዘሎ ምክንያቱ እቲ ናይ ስራሕ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዝህቦ ዘሎ ኣገልግሎት ብዙሕ ሓጓፋት ስለ ዘሎ ኮምፒተንት ሴንትሩም ናይ ብቕዓት ማእከል ዝብል ኣብ ከተማ የቱቦሪ ብህፁፅ ግዜ ኣብ ቁረባ ግዜ ኣብ 3 ቦታ ክጅመር ከም ምዃኑ ኣበሲሩ ቀጺሉ እውን ናይ ወጻኢ ጉዳይ ቤት ጽሕፈት ማለት
ናይ ስደተኛታት በጽሕፈት ሚኒስተር ዝዘርግሑ ሓድሽ ሓበሬታ ንኣወጻኢ ዝርከቡ ኤምባሲታትን ቆንስላትን ሃገር ሽወደን ኣብ ኣገልግሎታትን ኣቀባብላ ስደተኛታትን ሓያሎ ብልሽውናን ጎደሎ ሃጓፍን ይርአ ስለ ዘሎ ብቁልጡፍ ክምርመርን ኣገዳሲ መእረምታ ክግበረሉን ናይ በጽሕፈት ምምሕዳር ስደተኛታት ሓድሽ ሓበሬታ ኣምጺእኸምሎ ነበስር። ኣውስትራልያ ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከብ ጨናፍር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብሰንበት 14 ጉንበት 2017 ናይ ሓባር ኣኼባ ከም ዘካየደ ወኪል ዜና ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ቦታ ሓቢሩ። እተን ጨናፍር ኣኼባን ንሃገርን ሰልፍን ኣብ ዘገድሱ ዓበይቲ ጉዳያት ብሰፊሑ ተማይጠን ከም ውጽኢቱ ድማ ናብ መሪሕነት ሰልፊ እዋናውያን ኣገደስ ለውባትን መተሓሳሰብን ኣቕሪበን። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብቲ ኣኼባ ሰልፊ ንምሕያል ተባሂሉ 2500 ኣውስትራልያን ዶላር ከዓ ኣወፍዮም። እቲ ወፈያ ኣብ መጻኢ እውን ቀጻሊ ክኸውን ተገሊጹ ኣሎ። ነዚ ተጠቕሰ ወፈያ ዘበርከቱ ታደሰ ተኽላይ 1,000 ዶላር ናይ ኣውስትራልያ፣ ቢንያም 500፣ ተኪኤ ተስፎ 500፣ ሃይሎ ገብሩ ከዓ 500 ከም ዝኾነ ናይ ገንዘብ ክፍሊ ሓቢሩ። ግብረ ሸበራ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ጌና ይቕጽል ኣሎ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብዕለት 23 ጉንበት ዝተኻየደ ኣብ ማንቸስተር 22 ግዳያት ከምኡ እውን 59 ቁስላት መጥቃዕቲ ከም ተገብረ ነዚ ገባር እከይ ከዓ ስደተኛ ወዲ ሊብያ ከም ምዃኑ ስዒቡ ከዓ ኣሕዋቱን ስድራ ቤቱን ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ከዓ ከም ዝተኣመነ እውን ተፈሊጡ። ነዚ ስግር ኢሉ ኽዋን ኣብ ካይሮ ርእሲ ከተማ ግብፂ ኸማን ናብ ሓንቲ ብኣውቶቡስ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ክርስቲያን ንጹሃት ሃገራውያን ነታጉ ገይሮም ሓያል ግዳይ ኮይኖም ከም ዘለዉ ከዓ ተፈሊጡ። ምስኡ ኣብ ዝቕንያት እዚ መራሒ መንግስቲ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንመጀመርታ ግዜ ምብጻሕ ዘካየዶ ቀዳማይ ጉዕዝኡ ንስዑድያ ድሓር እስራኤል ድሓር ኣብ ሮማ ጳጳስ ናይ ካቶሊካዊ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መወዳእታ ከዓ ወተሃደራዊ ምሕዝነት ናቶ ተራኺቡ ብዙሕ ትዕዝብትን ብዙሕ ዘረባን ዝሓቆፈ ስለ ዝኾነ ኣብ መጻኢ ክንወይና ግን እተን ኣገደስቲ ንዓለም ደሻቕላ ዘለዋ ሓያላን ለውጢ ከምፅኣ ዝኽእላ ዘለዋ ሃገራትን ሰባትን ከም ዝረኸበ ክቃላሕ ቀኒ። ኤርትራ ብዕለት 24 ጉንበት 1991 ድሕሪ ናይ 30 ዓመት መሪር ተጋድሎ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ጉልበቱን ገንዘቡን ደቁን ነጻነት ሃገር ኤርትራ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ነጻ ኮይና ልዕልቲ ሃገር ህዝቢ ኤርትራ ዝሓቆፈላ ዕለት ብምዃን ምስ ካልእ ዝኾነ ይኹን ተወዳዳሪ ዘይብላ መዓልቲ ብምዃን ኤርትራዊ ሞጎስ ዝረኸበላ ዕለት ስለ ዝኾነት መበል 26 ዓመት ኤርትራና ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም በቢ ዘለና እምነትን ሓጎስን ሓዘንን ተኸቢራ ውዒላ ኮይኑ ግና እቲ ግናይ ስርዓት መላኺ ህግደፍ ንጅግንነት ህዝቢ ኤርትራን ንውድብ ህዝባዊ ግንባርን ሽጎማኖ ገይሩ መሳለጢ ተጠቒሙ ነባሪ ቅርሕንቲ ናብ ህዝቢ ኣብ መንጎ ተጋድሎ ሓንቲ ኤርትራን ህዝባዊ ግንባርን ዝነበረ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣርማ ማዕረተ ሃገራዊት ባንዴራ ገይሩ በጀካና የለን ዝብል ኣገዳሲ ሕማቕ ዝኾነ ቂምታዊ ዝኾነ መደረ ጥራሕ ዘይኮነ ንገዛ ብርሱ እትኡ ዝነበረ ቲያትሮታት እውን ከምኡ ይርኢ ነይሩ። እሱ ጥራሕ ኣክል እዚ ስርዓት እዚ እቲ ብሩህ ትምክሕተኛ እቲ ጠባዩ ሰሚዕና ሕሱር መደረ ወሽላኽ ዝብል ጸርፍን ጽያፍን ከዓ ሰሚዕና እቲ ንቡር ፈኸሩኡን ንሕቡራት መንግስታት ዓለም እውን ከላገጽን ክስሕቕን ርኢናን ሰሚዕናን ብጉዳይ ህዝቢ ኤርትራን ከይተዛረበ እታ ኣብ ዘይናቱ ብዛዕባ ምፍሳስ ማይ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ ክዛረብ ሰሚዕና ኣብዚ እውን እንተኾነ ፈኸራን ንዕቐትን ኣንጸባሪቑ ከም ንቡር ዋላ እኳ ኩሎም መለኽቲ ጎብለላት ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለው ስልጣን ዝሓዙ ሃፍቲ ዝሓዙ ናጽነት ክእውጅ ከሎ ወይ ከዓ መዓልቲ ናጽነት ክዝከር ከሎ እሱራት ይፍትሑ፣ ምሕረት ይህቡ፣ ሽልማት ይህቡ። ኣብ ሃገርናኸ ጎዳጉዲ ዘለው ሚኒስተራት፣ ጋዜጠኛታት፣ ተራ ህዝቢ፣ ንጹሃት ኣዴታት፣ ኣቦታት ሕጂ ኣብ መወዳእታ ትማሊ ዝተረኽበ መቕዘፍቲ ካብ ሊብያን ዓጥልያን ከምኡ ልዕሊ 300 ብዙሓት ኤርትራውያን ዘለዎም ኣቢሎ ኸማን ናይ ሓዘን ኣብ መንደቕ ከይጥቅዑ
حزبي حجي نتصاوت كنسحق علينا زخونه يكون حزن كل يلم بمبال او تطقع حساب 5000 ناتو باطيرا مالت تي انتاي دلو نعفا كخفلكم مخانو سمعنا لهم نغو سلازي كبراتن اذا تاريخاوت معالتي نخلنا معرن حدن تبصحنا هاجر كانا كلنا سلازخونه بوليتيكا امنونتونان ሃይማኖትና ብዘገድስ ኤርትራውያንና ኤርትራ ካናህና ከም ትኸውን አይንጠራጠርን ኩሉ ግዜ ግን ነዚ መፍትሑ ስኒትን ሕድገትን ጌርና እንተ ደኣ ብሓባር ተጠርኒፍና ስርዓት ግደፍ ፈሪሱ ንሕና ከዓ ሕጋዊት ስርዓት ሕጊ ትመሓደር ሃገር ኤርትራ ከም ንውንን አይንጠራጠር ደጊምና ከም ሬድዮ ድምፂ ሓርነት እንቋዕ መበል 26 ብጥዕና ኣብፅሓና ላም فرق قلنا يتسبحني بمبال سلامتنا نهب جيبوتي أب أفريقيا زعبي ودب هانيسان أقول قلت دلو تخم خانا تجلسوا إتي دوراهيل مالتير بارس سبورت ويكا مت أنا بزح أقول قلت جزيف ودب مقصلتنا إتي جيبوتي علم لقاو درجو زحلو سفيح تتكام نزلو ودبات نمسرح تكايدوس أنحت سرحة جميراس الساليطة ودب دوراهيل 609 هكتار زفحاتو مريت زتهانص خوينو 509 مليون دولار دما نوصيتو نمسرحيو باجت كمز توهبه صبصاب نايتي جينيتيك ينصر جيبوتي ካብ ሕጂ እዋን መራኽቢ ኣህጉር ኣፍሪቃን እስያን ኤውሮጳን ኮይና ምህላዋ እውን እቲ صبصاب ምልክት ሂቡ ሕብረት ኣፍሪቃን መበል 54 ዓመት ልደት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ጸምቢሉ أفريقيا وحبرت ب25 جنبات 2017 مسرتا مبل 54 ودب حدنت أفريقيا ناي حجي حبرت أفريقيا كم زي سنبلي أقول جلوس زينا شوان جنوا سبسيبو كوميشن أفريقيا حبرت موسى فاقي بمنجد توكالي وعبيلو أبتسنبل أبزم حلالة ملختي أفريقيا ولا حجون تخونه بزحت بالضغوطات يقانفوا انتهلو بقولت في عبيت قسقاسين التمزقب مهلاقن أبقمت كأتو اللو يبل بمسرتي كوميشن دروت أفلتو أقباب متانيس سدرا ستاو زي مرقا لوطي كليما سئنت سراح أشبرنت قال خابتهم عن كفتر واحدات كوينهم إذا عن كفاتات زياتهم مليئهم أبزيت عليلو أفريقيا حنت خابتهم قلت في عبيت قسقاسي زمزقب زولو هاجرت كتكون إياه إذا دما እቶም ብድሆታት ሕብረት ኣፍሪቃን እንተልዮም መጻኢ ኣህጉር ኣዝዩ ብሩህ መጻኢ ከም ዘለዋ ይረጋግጽ ክብል መደሩ ሂቡ ናይ መወዳእታ ዜናና ኣፍሪቃዊት ሃገር ኢኳቶሪያል ጊኒ ኣባል ልኡኽ ነዳዲ ሃገራት ዓለም ኦፔክ ኮይና ማዕከን ዜና رويترز كم زحبرو بحال سلطان حدا إكواتوريالي ጊኒ ጠቂሱ ኣብ ዝርዝርግሖ ዜና إكواتوريالي ጊኒ ኣባል لأختي نداد عالم أوبك مخانات أبتيو نت ندادي متصبصاب أو أفريقيا مبل سالساي درجات تسرع هجر إيا إكواتوريال ጊኒ أبز حلفو ورحت قري أبالة محبر مخانا حتى قريبا مبارح جخ أتقبلنا ترخيبا أبال إبوك كوينا مهلاوا إتي حبريتها الرقاقسي إكواتوريال ጊኒ أوبك مخانا سعبو أفريقيا بسلست أبالات هجرات توكيلا خمزلا بحفشوا محبر 14 أبالات زلوا تفليتوا الله أفريقيا بسلست أبالان هجرات موكالة بدرجة عالم زلوا صلوان زبرخ بمخانو اتسرعات أبتسرعات مشتان مشمد ندادي أونتا وتسعنون نفتار زخلا كم مخانو خاء يجلس كبران تخططت مدبنا بقري نوح زبلنا يزينا تاشمنا أبزي كنبلنا كابزغت إلي أجدا سيت زيما بزعبا ناتنت هاجرنا التجلس كسمعكم إياه نفنت حقري كبر عني مسحتنت ناطزق عني يفرن أربعة أني قنبت عني آسي كبرهني نفنت حقري كبر عني مسحتنت ناطزق عني
يوريني تمر السمرت عب حد خرمي ويا حارنت عب طعم بزبي ناطنت مبر خبيرين بر رجتات عرق ولا سمايات استغفر دام بايدنات زامر بعد وين ايدين سكن سموال تمر السمرت عب حد خرمي ويا حارنت عب طعم بزبي ناطنت مبر خبيرين بر رجتات عرق ولا سمايات استغفر دام بايدنات زامر بعد وين ايدين سكن سموال دقي إريترا مسكيح بحريا نظنت حقري عشيك مقريا دقي جيغانو دقي حربينيا عبزح الوعي ويتتنا يسنا علي عدينا نظنت حارنت عرينا هرمت لبنا بحدا ووكي ملو حشمنا عالم يشمع امرتكم حلي عايكم جنبينا كله بقانا خبانا نفرح عين دنان علي دبلو بزنا نالنت عرنت عرينا بابانا كتفتوني عزمت هاجر تتفرعني يسرى نار باتني قنبت نعنيني صنحت معكني ساعن بابانا كتفتوني عزمت هاجر تتفرعني يسرى نار باتني قنبت نعنيني صنحت معكني يمي قدسنا وري غزنا اليوحنا اليوم عد مصوري ولا على ساير ترانا داما مقصدرا السلام عديرا سيبل يترا ساير ترا نسن عطفرا وقف الفينو لا تزارا وري غزنا اليوحنا اليوم عد مصوري ولا على ساير ترانا داما مقصدرا السلام عديرا سيبل يترا ساير ترا نسن عطفرا وقف الفينو لا تزارا بحرقناتيا مش ودباتيا ومبرق معريابي بالسمين دبل يبقى على اللون الناس نتهاجر ينفش اللون تمقر عيار علي يعدينا نتحار نتحرنا بحرقناتيا مش ودباتيا ومبرق معريابي بالسمين دبل يبقى على اللون الناس نتهاجر ينفش اللون تمقر عيار علي يعدينا أب حزني نادلنا جن متكأتا زي بالله سلزبلنا يعني هاي قدنت نتاخبرت معالت كبرنا تاخن حلو الله أمبر درفين قايلان كمان عقد ساي نبرن أب فيسبوك انت داري يخمو تهبو بيوهانس تكابو بعال ناس النت فيستان قبل مسبوزحات دليت فتحي الداليم من نورو نزخر زوم تمالي عب معكلاي بحر زطف وحوات عب قاريس أمهم زلو خمان عبيلو له سلزي عب زمت نعات ملكت حانتي زي بحر الربنا حج بقى اتا أرست زينا ناي سلفي ديمقراسيس بإرترا خاسكي نسمع انتايا تبلونا دلا سلفي ديمقراسي بإرترا رئيس عنكاس سلفي ديمقراسي حزب إرترا جزء
የማን ጸጋም ዘይብል ብናቱ ሕግዝ ግዛእ መንገደኛ ስለ ዝኾነ እንሆ ኣብ መበል 26 ዓመት ዝኽሪ ነፃነት ኤርትራ በፂሕና ብሓፈሻዊ ተረድኦ ሓደ ተረኽቦ ዕድመ እንዳበልዐ ክኸይድ እንከሎ ማዕሪኡ ይዓብን ይስስንን እቲ መስርሕ ከምዚ እንተኾይኑ ግና ኣብቲ ጉዕዞ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ ነፃነት ኤርትራ ኣብ ናይ 26 ዓመት ዕድሜ ህያውነቱን ክብሩን ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ፍሪኡ ግና ከምቲ ዝተገብረሉ ትፅቢት ኣዕጋቢ ኣይኮነን እኳ ደኣ ኣብ ክንዲ ንቅድሚት ናብ ራህዋ ንሓንሳብ ኣብ ዘለዎ ጠጠው ንሓንሳብ ድማ ንድሕሪት ናብ ደርሃመት እንዳተጓዓዘ ሕጊግ ይብል እንሆ ናይዚ ጠንቅን ተሓታትነትን ድማ እቲ ናጽነት ኣብ ዋንኡ ህዝቢ ኤርትራ መንዚዑ ናይ ጸቢብ ክሊ መጣልዕ ገይርዎ ዘሎ ጉጅለ ህግደፉን እዩ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ካብ መግዛእቲ ሕሰምን ከድሕኖ ዘካየዱ ቃልሲ ኣብ ፍርቂ መንገዲ ስለ ዝተኸልፎ ብሓፈሻ ዘስካሕክሕ ኢልካ ጠቂስካዮ ክትሓልፍ እምበር ክዝርዝሮ ኣብ ፀግም ኩነታት ይነብር ኣሎ ጉጅለ ህግደፍ ወይ የኾነ ኢሉ ዝትግብሮ ዘሎ ስለ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ሕቶ ሓርነትን መሰልን ሰላምን ዕቤትን ከምዘይ ምልስ ካብ ዘረጋግፅ ነዊሕ ግዜ ኮይኑ ዶ እዚ ጉጅለ ብዓቕሚ ይኹን ብባህሪ ናብቲ ናይ ድሕሪ ናጽነት ምዕራፍ ዲሞክራሲ ልዕልና ህዝቢ ሰላምን ዕቤትን ክስጉም ስለ ዘይከኣለ ንድሕሪት እንዳተመጠን ሕሩስ እንዳሓረሰን ኣብ ሕሉፍ መዋዕል ዝነብር እዩ ጉጅለ ህግደፍ እቲ ሓቀኛ ፍቅሩ ምስቲ ዝሓለፈ ጥራሕ ኮይኑ ኣብ ከምዚ ዓመታዊ ዝኽሪ ነፃነት ኮይኑ ዝኣትዎ ግና ዘይትግብሮ መብፃዕታት እውን የስምዕ እዩ ብዛዕባ ሰላም ዲሞክራሲን ልምዓትን ደጊኡ ጥራሕ ዝመስል ውሽጡ ግን ብመዓል ዝተላዕጠጠ ዕረ ሓደጋት ምቅላዕ እውን የዘውትር እዚ ኩሉ ተደሚሩ ግና ነቲ እንዳ ዓሸኻት እንዳ ፈርሕኻን ኣብ ስልጣን ናይ መንባር ሕልሙ ጥራሕ ዘንፀባርቑን እዩ ከምቲ ዝኾነ ተረኽ መጀመርያን መወዳእታን ዘለዎ ኣብዚ እዋን መወዳእታ ዕድመ ህግደፍ ይቀራረብ ከም ዘሎ ዘመልክቱ ተሪኦታት ብዙሓት እዮም ህዝቢ ኤርትራ እምነቱ ካብቲ ጉጅለ ፀንቂቑ እዩ ዋልታን ሴፍን ኮይኑ ስልጣኑ ክሕለወሉ ዝፅበዮ ዝነበረ ወታደር ኤርትራ ይልዕል ኣሎ ብዘይ ክፍሊትን ናይ ግዜ ደረትን ጉልበቱ ካዝንኡ ክመልኣሉ ዝፅበዮ መንእሰይ ከምቲ ዝደልዮ ኣይኮነሉን ኣብቲ ውሱን ጉጅለኡ ድማ ረብሓን ምጥፍፋእን ዝወለዶ ምፍሕፍሓት ሰማይ ይዓርግ ኣሎ ወፃኢ ካብ ኤርትራ ደንበ ህግደፍ እንዳቆረረ ደንበ ሓይልታት ለውጢ ይመውቕ ኣሎ ናይ ርሕቆን ናይ ቀረባን ሓይልታት ግዳም ግደፍ ናብ ልቡ ክምለስ ዝነበሮ ትፅቢት ቅሂሙ እዩ ኩነታት ከምዚ ቀዲሙ እንዳሃለወ ጠንቂ ናይዚ ኣብ ዝሓለፈ 26 ዓመታት ድሕሪ ናጽነት ኣብ ኤርትራ ወርድ ዘሎ መከራ ብግቡእ ክርድኡ ዝተፀገሙ ወገናት ኣይተሳእኑን ከም ውፅኢት ናይዚ ድማ ነፃ ሃገር ስለ ዝውንና ኢና ኣብ ከምዚ ወዲቕና ዘለና ንናጽነት ምቅላስና ጎዲኢልና እምበር እንታይ ጠቒምና ዝኣመሰሉ ምድንጋራት ዝወለዶም ሓሳባት ዘይብሱል መፍትሒታትን በጫቅ ክብሉ ምስማዕ ልሙድ ኮይኑሎ ነዚ ተጣዓሲ ሓሳባት ዘንፀባርቑ ወገናት ሰኣን ምፍላጦም እንተኾይኑ ኣብ መስርሕ ቃልሲ ናይ ግቡእ ቦትኡ ዝምለስ እዩ ኮነ ኢልካ ነቲ ብክቡር መስዋዕትን መሪር ቃልስን ዝተረጋገፀ መበል 26 ዓመቱ ንዝክሮ ዘለና ነፃነት ኤርትራ ንምዕፃፍ ዝተምሃዘ ተንኮል እንተኾይኑ ግና ሞት ከተንሰስእ ካብ ምፍታን ሓሊፉ ካልእ ክኸውን ኣይክእልን እንተ ንሕና ነፃነት ንጣሓሰሉ ዘይኮነ እንሕበረሉ እዩ መበል 26 ዓመት ነፃነት ክንዝክር እንከለና ማእከላይ ጠመተና ሕሉፍ ምዝንታዊ ህልው ፀገማትና ምዝርዛር ዘይኮነ እሞኸ ካብዚ ንምውፃእ እንታይ ንግበር ናብ ዝብል መምዕዳው ፀገምና እንታይ ምዃኑ ብሩህ ስለ ዝኾነ እንታይ ክንገብር ከም ዝግባአና እውን ክስወረና ኣይኮነን እቲ ዝተርፍ እቲ ክንገብሮ ዝግባአናን ንብህጎን ክንገብር ቁርባት ክንከውን ምብቃዕን ዘይምብቃዕን እዩ ሎሚ ከም ናይ ለውጢ ሓይልታት ቃልስና ድርብ እዩ ምናልባት እውን ድርብርብ በቲ ሓደ ወገን ኣንጻር ጉጅለ ህግደፍ በቲ ካልእ ድማ ኣንጻር ክሳብ ሕጂ ዘይዓወተ ኣተሓሳስባና
أتكندن قدامنتن زحزم كا أتتحرى تحساسبانا سعرنا أنصار كتير هجدف تقادسنا كنعوتلو كنتات مفتعر إيه إذا عمام زي بحري يكونه بعد كمان تاني حدا أكاد زي كونه ناي كلنا سعرات توجل أمنت ربحان زلنا سرفتات والدبات محبرات قدساتهم إيه أتقند تواسعي عبقال سمر رجعنا عنا حزب إرتراي نيلو أتقند فرنات أنك استنوفقوها إنه حزب إرتراي أتعبزك أنك عايز زلنا قالسي كندنا يلو تحيلي حزب إرتراي أتنا يكالور وغنات أبركتود دحر قده حزب إرتراي سرعي حزب إرتراي بتكبارات كجلة هكذا أي تحقوسن طرح زي كونه كحري أبانا أبتم لو تحيلتاتون حقوس كم زي كونه تأميننا حزبنا أملتو أبانا كم زي حدث كنقبر أب كدمنا زلو عبي عمام سلازي أب مسائي كله كإلنا بحبار كنسرح كنبقى أب تاريخ أوقات عمي زخلنا صنعك عسنا نحدث نحدثنا نتعسلو زي كونا نحبونا الليو كبرن زخرن سماعتات إيرترا أسرانا العصر لا لوي لا لوي الفي ديمقراطي حزب إيرترا لا لا لوي لا لوي لا لوي لا لا لوي لا لوي لا لوي لا لا لوي لا لوي لا لوي لا لا لوي أنت لو أنت إنا خنقبر أنت لو أنت لو أنت لو أنت لو أنت إنا خنقبر أنت لو بزينو برهيوت كنقبر أنت لو أبزينو بركة عن النبر أنت لو عمد متت على كنقبر أنت لو عمد متت كأسوق نبر أنت لو لا لوي لا لوي لا 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 لوي لا لوي لا لوي لا 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 لوي شلات كم قوت الخرق عبي سقي عبزبنا خطف مبرسي إنالو تكال تعدلتي رئينا سئنا يوم بلسات كواختي نايلة مز بيني يبينو مزقشل تفيهم هدلهم مزقوينو مرعد مزمرعوي هو التسعينو حاوي مزحابتي تفيهم درب حزم كوينو لا لوي لا 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 لوي لا 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 لوي لا لوي لا 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 لوي واي بحري حقي تفيقو زعبق يوك والأحدري الراربات زحي حديقوكي واتسس كذكري عغيلو كايدو نحوارو بدنا ترتري لا لا يا عبكني ذيك كبران تخطتلت مدبنا مباري ازي نظام تخري تمالي اب معلتنا صنت نبعللو زطفو نصحات حواتنا زخريو
ስለዚህ ናይሎም መደብናይ ትግርኛና በዚ ክንዛዝሚና ንዝመጽ ቀዳም بحدش مدبن حدش سناين بسراتن حونتن صوع مدبات حزنا خنمصخا تسفان قبر سناي كنا نبلنا نفانوكم دحرق بدقائق قبلنا عرب مدبنا خناتينا بيني بينو عدد مستقشل تفيهم عدلهم بزخوين مرحك مزمر قوي هو التسعينو حاوي مزحفتي تفيهم درب حزم كل مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنتم مع إذاعة صوت الحرية التي يبث برامجها بكلا اللغتين العربية والتجرينية من السويد. إذاعة صوت الحرية على FM 88 للمستمعين داخل السويد، أو على موقع الإذاعة للبث المباشر راديو otta.new. جدول برامجنا المعد لهذا اليوم هو كالآتي: نبث مباشرة كل سبت من الساعة 1 حتى الساعة 2 ظهرا بالتجرينية والعربي. إذاعة صوت الحرية من أجل توعية شعبنا والحفاظ على القيم الإريترية وزرع البسمة والحلول الاجتماعية والتحديات الثقافية التي يمر بها شعبنا في السويد والمهجر عامة. أما الآن أترككم مع برامجنا المعد لهذا اليوم. أولا الأخبار لهذا الأسبوع، من ثم أغاني إريتريا هادفة. مقال الأسبوع هو بعنوان خاطرة بمناسبة ذكرى الاستقلال. متابعة طيبة مستمعين الكرام، والآن إلى الأخبار بعد هذا الفاصل.
التهنئة يسرني أن أتقدم إلى كل المسلمين وأخص بالشعب الإريتري بصدق التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائل المولى العلي القدير أن يجعل أيامنا كلها أفراح، وأن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة، إنه سميع مجيب، وكل عام وأنتم بخير. بريطانيا: هجوم مانشستر، الشرطة البريطانية تعتقل رجلا آخر بعد الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء في مدينة مانشستر البريطانية، وتحديدا في قاعة احتفالات مانشستر أرينا. تعتقل الشرطة البريطانية شخصا عاشرا في منطقة موس سايد في مانشستر اشتبه بصلته بالهجوم الذي شهدته المدينة، وراح ضحيته 22 شخصا. وقال شرطة مانشستر إنه واحد من 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 38 عاما قيد الاعتقال بشبه الاشتراك في اعتداء إرهابي. وتعتقد الشرطة أن منفذ الهجوم سلمان عبيدي المولود في مانشستر لأبوين من أصل ليبي كان يعمل ضمن شبكة. وقد اعتقلت الشرطة مع مجموعة 10 أشخاص في عموم بريطانيا في سياق التحقيق في الحادث، لكن أطلق سراح 2 منهم لاحقا من دون توجيه أي اتهامات إليهما، وهما صبي بعمر 16 عاما وامرأة بعمر 34 عاما. وكانت بريطانيا رفعت درجة التأهب ضد خطر الهجمات الإرهابية في البلاد إلى أقصاها، الأمر الذي يعني التحسب لاحتمال وقوع هجمات أخرى وشيكة. وقالت الشرطة الجمعة أنها فتشت منزلا في شارع هيلنيس في ميرسيسايد في إطار التحقيق في الهجوم. وقد سمح بعودة السكان الذين أجلوا بيوتهم في ويقان ليلة يوم الخميس، عندما قامت الشرطة وخبراء تفكيك المتفجرات بعملية دهم لمنزل هناك. وفي العاصمة الليبية طرابلس اعتقلت قوة خاصة على صلة بوزارة الداخلية شقيق عبيدي الأصغر هشام 20 عاما والده رمضان. وقال مسؤول ليبي إن شقيق عبيدي كان على معرفة بنيته القيام بالهجوم، ولكنه لم يكن يعرف موعده أو موقعه. وكان عبيدي 22 عاما معروفا للأجهزة الأمنية بأن تحديد درجة خطر على الجمهور ظل قيد المراجعة. وقال وزير الدولة لشؤون الأمن لBBC إن ثم 12,000 شخص تحت هذا التصنيف ممن انتبهت الأجهزة الأمنية إلى نشاطاتهم سابقا. وفي غضون ذلك استأنفت بريطانيا تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة بعد أن قدمت واشنطن تطمينات لمسؤولي مكافحة الإرهاب في بريطانيا في هذا الصدد. وقد أثارت مشاهد آثار الانفجار التي سربت لصحيفة نيويورك تايمز وتظهر أجزاء من القنبلة ملطخة بالدماء وحقيبة الظهر التي استخدمت لحملها. غضب الحكومة وقادة الشرطة والأجهزة الأمنية في بريطانيا وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التسريبات في وسائل الإعلام الأمريكية بأنها مغلقة للغاية. جمعية إريتريا والسويد عقدت ندوة الكونغرس في يوتوبوري. حضر في الاحتفال السنوي من الإريتريين والأصدقاء السويدين في مدينة يوتوبوري بالسويد في 25 من مايو 2017، حيث تم تسليط الضوء بشكل جيد على الوضع في إريتريا. وكان الحدث الأول حلقة دراسية نظمتها رابطة التضامن بين إريتريا والسويد، حيث أحال المتحدثون مدعون معلومات مفيدة وفي الوقت المناسب إلى جمهور يتألف أساسا من شباب إريتريين. وعقب الندوة مؤتمر للجمعية اسمه إريتريا في قلوبنا، وافتتحت الندوة بالترحيب بالسيد توماس ماغونسون رئيس جمعية التضامن مع إريتريا السويد، التي تم دعوة رئاسة بلدية يوتوبوري السيد يوناس أتينوس المسؤول عن دور السكن وفرص العمل في المدينة. وأوضح العمدة المشاكل التي تواجهها في مجال مسؤوليته وكيفية وضع الحلول. وكان المتكلم الضيف الآخر السيد رازينة تسفاسيون عضو اللجنة التنفيذية المكلف بالتمويل في الحزب الديمقراطي الشعبي الإريتري، الذي تحدث بتفصيل كبير عن الصعود والهبوط في تاريخ الشعب الإريتري وحالته الراهنة في الداخل والخارج. وعقب عرض السيد رازينة تسفاسيون تحدث السيد أولوف بوسروم ضابط الشرطة المدينة المسؤول عن أعمال الإدماج عن دور الشرطة في نظام حكم ديمقراطي يعطي قيمة عالية لالتزام الجميع بسيادة القانون. وكان المتحدث الأخير في الندوة السيد فيكتور ستينلوف من الحزب الديمقراطي الاجتماعي السويدي،
الذي تحدث عن دور الشباب في التغيير الاجتماعي، واختتم كلمته الملهمة بإبلاغ جمهوره من الشباب الإريتريين بأنهم ينضمون إلى أصدقائهم السويديين من نفس العمر في إحداث تغيير في المجتمع السويدي. وعقب الندوة المؤتمر السنوي لإريتريا في قلوبنا الذي قدم أعضاء اللجنة المنتهية ولاياته تقارير عن أنشطة سابقة، وانتخب المؤتمر أخيرا لجنة تضم 15 شخصا لقيادة الجمعية من الشباب لمدة سنة واحدة. وزارة الدفاع الإسبانية تعلن إنقاذ 282 مهاجرا قبال سواحل ليبيا. أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية يوم الخميس إن فرقات تابعة للقوات البحرية تمكنت من إنقاذ 282 مهاجرا كانوا على متن قاربين هائمين وسط المياه قبالة السواحل الليبية. وأوضحت الوزارة في بيان نقلت عن شبكة ABC الأمريكية أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم يوم الأربعاء يحملون جنسيات أفريقية وآسيوية، وبينهم 18 طفلا إريتريا عمرهم أقل من 10 سنوات، فيما تم احتجاز 3 مهربين مشتبهين. وأضافت وزارة الدفاع أن المهاجرين كانوا يستغلون قارب مطاطي صغير وآخر خشبي أكبر حجما، لافتة إلا أنهم تم نقلهم على متن سفينة بريطانية مشاركة في عملية الاتحاد الأوروبي المضادة للهجرة بالمياه الليبية. يشار إن عملية الإنقاذ الأخيرة ترفع عدد من إنقاذهم الفرقات الإسبانية خلال الشهور الثلاثة الماضية إلى 3035 مهاجرا. الاتحاد الأوروبي يمهل بولندا والميجر حتى يونيو لاستقبال اللاجئين. أعلن الاتحاد الأوروبي عن تحديده موعدا نهائيا لبولندا والميجر للبدء بإدخال حصتيهما من المهاجرين الموجودين في إيطاليا واليونان الذين يعاد توزيعهم أو مواجهة خطر التعرض لعقوبات. وعارضت دول في أوروبا الشرقية مثل الميجر وبولندا خطة تبناها الاتحاد الأوروبي عام 2015 لاستيعاب 160 ألف طالب لجوء من سوريا وإريتريا والعراق عالقين في اليونان وإيطاليا. وقال مفوض الهجرة ديمتريس للصحافة: أدعو بولندا والميجر اللتين لم توطنا شخصا واحدا للبدء بذلك حالا. وأضاف: إذا لم يتم اتخاذ أي تحرك من قبلهم قبل موعد تقرير المفوضية التالي في يونيو فإن المفوضية لن تتردد باستخدام سلطتها التي تنص عليها المعاهدات والتي تبدأ بفتح الإجراءات الخاصة بانتهاك قرار أوروبي. وأشار ديمتريس إلى أن ما مجموعة 18418 طالب لجوء من إيطاليا واليونان قد تمت إعادة توطينهم في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وتنص إجراءات انتهاك قرارات الاتحاد الأوروبي على أن تراسل بروكسل أولا الحكومات لطلب توضيحات قانونية حول بعض المواضيع قبل أن يتم تحويل المخالفين إلى محكمة العدل الأوروبية. وقد تواجه دول الاتحاد في النهاية عقوبات مالية قاسية إذا فشلت في أن تتمثل القرارات. وعلى الفور ردت رئيسة الحكومة البولندية القومية المحافظة بيتا قائلة: لست خائفة من هذه الإعلانات المدوية للمفوضية، مضيفة: لن نقبل باتفاق لتفرض على بولندا أو أي بلد آخر في الاتحاد الأوروبي حصص إجبارية من المهاجرين. وأعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود ومسؤولين أوروبيون آخرون منذ وقت طويل عن إحباطهم للوتيرة البطيئة لعملية إعادة توطين اللاجئين والتي تهدف لمواجهة أسوأ موجة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية. وقد تدفق أكثر من 1,000,000 مهاجر نحو دول الاتحاد الأوروبي في العامين الأخيرين. وتم إطلاق خطة إعادة توطين اللاجئين لمساعدة الهاربين من الحرب في سوريا والعراق أو القمع في إريتريا. تيدروس أدحانوم الأسبي المولود في أسمرة مديرا عاما للصحة العالمية. حقق الأسبي تيدروس أدحانوم نصرا كبيرا لبلاده بانتخابه مديرا عاما لمنظمة الصحة العالمية في مطلع هذا الأسبوع. الدكتور تيدروس أدحانوم المولود بالعاصمة الإريترية أسمرة، وفيها تلقى كل مراحل التعليمية حتى تخرج من جامعة سانتا فاميليا حسب جهات إريتريا. وقد انتخب أدحانوم مديرا عاما لمنظمة الصحة العالمية في اقتراع سري شارك فيه 185 وزيرا للصحة. والدكتور تيدروس كما ورد في الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام ساهم بشكل كبير في تقليل الوفيات من مرض الإيدز والملاريا عندما كان وزيرا للصحة في بلاده، وساهم في تأهيل نحو 40,000 كادر صحي.
وقد وعد السيد الوزير بأن يعمل على تحسين الأوضاع الصحية في الدول الفقيرة. الطائرات الحربية للإمارات ستحلق في الصومال مع زيادة نفوذها العسكري بإفريقيا. ذكرت تقارير أن الإمارات تسعى إلى زيادة مدى انتشارها العسكري بعد استئجارها قاعدة عسكرية بمطار في مدينة بربرة الساحلية الصومالية. ونقلت وكالة بلومبرج عن وزير الخارجية في أرض الصومال سعد علي شيري تأكيد عقد إيجار القاعدة الذي كان يستخدمه الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة منذ الحرب الباردة في منطقة أرض الصومال. وأضاف ستكون مثل أي قاعدة أخرى في العالم، سوف يستخدمونه كنوع من مرافق المراقبة، مرفق تدريب وأحيانا كمرفق تشغيلي. لم يستجب مسؤول في وزارة الخارجية الإماراتية لطلبات التعليق. وتشتهر الإمارات في كونها ذات جاذبية مالية وناطحات سحاب، وتزيد الإمارات في استعراض عضلاتها العسكرية والدبلوماسية في وقت تغرق القوى العربية التقليدية في الحرب أو الاضطرابات السياسية منذ عام 2014. بالإضافة إلى تدخل اليمن، فإن الإمارات دعمت الحملة الأمريكية ضد مقاتلي الدولة الإسلامية في سوريا، وأفيد أنها شنت ضربات جوية ضد المقاتلين الإسلاميين في ليبيا. وستكون القاعدة المقترحة في الصومال الثانية من نوعها في إفريقيا بعد تقارير عن وجود واحدة في إريتريا، الدولة السرية التي تقع على باب المندب، والتي تقول مجموعة مراقبة تابعة للأمم المتحدة إنها تدعم حرب اليمن. كان مطار بربرة يستخدم بشكل مختلف من قبل الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة خلال الحرب الباردة، عندما تحول ولاء الصومال بين القوى العالمية. الخارجية السويدية تحقق في قضايا فساد في عدد من السفارات. بدأت وزارة الخارجية السويدية التحقيق في قضايا احتيال محتملة قد تكون حصلت في عدد من السفارات السويدية، وذلك بعدما أفادت به معلومات عن حصول عمليات رشوة ومتاجرة في ملفات مقابلات لم تشمل معاملات قضايا الهجرة عموما. وكانت وزارة الشؤون الخارجية السويدية قد أبلغت الشرطة بخصوص قضية قام من خلالها أحد موظفي السفارة السويدية في عمان بتقديم موعد مقابلة امرأة للحصول على تصريح الإقامة مقابل دفع المرأة لمبلغ 100,000 كورونا سويدي. ووصلت الوزارة بلاغات عن وقوع حالات أخرى مماثلة في عدة سفارات أخرى، ما دفعها إلى القيام بتحقيقات في ذلك وفقا لما أفاد به التلفزيون السويدي. ويشمل التحقيق السفارات السويدية في دول عدة من بينها تركيا والسودان، حيث تفيد المعلومات بأن موظفين في مصلحة الهجرة لديهم علاقات بعمليات الاحتيال تلك، ولكن لم يتم التأكد من ذلك حتى الآن. وقامت السفارة السويدية في عمان بفتح تحقيق بالتعاون مع مصلحة الهجرة ووزارة الخارجية بعد العرض الذي حصلت عليه امرأة في تقديم موعد مقابلتها لقاء مبلغ مالي، لكن لم يكن من الممكن معرفة الشخص الذي أجرى الاتصال الهاتفي مع المرأة أو الكشف عن حالات فعلية وقعت مماثلة لهذه الحالة. وقال السفير السويدي في عمان إريك إنه الأمر خطير جدا أن يتم استغلال الأشخاص في مثل هذه الظروف، ونعتقد أن الأساس كانت موجودة لإيصال القضية إلى الشرطة. وكانت وزارة الخارجية قد حذرت جميع السفارات السويدية التي تتعامل مع قضايا الهجرة من عمليات الاحتيال تلك في شهر مارس الماضي. تغيرات قانونية إيجابية لأصحاب إقامات العمل. وافقت الحكومة السويدية على اقتراح بتغيير بعض قوانين الهجرة في البلاد، بالتحديد ما يتعلق منها بإقامات العمل ولصالح الأشخاص الحاصلين على الإقامة على أساس العمل. وحسب المقترح الجديد فإن العمال المهاجرين لا يمكن ترحيلهم بسبب أخطاء إدارية اقترفها أصحاب العمل السابقين الذين كانوا يعملون لديهم. واعتبر وزير العدل والهجرة مورغان يوهانسون أن تغيير القانون المتوقع أن يبدأ سريانه اعتبارا من كانون الأول ديسمبر 2017 هو استجابة لحالات مماثلة تعاني منها بعض الشركات. وقال إذا كان الخطأ غير مقصود يجب أن يكون هناك إمكانية ما لتصحيحه، وتضع مصلحة الهجرة قواعد صارمة على إقامات العمل تعتبرها ضرورية لحيلولة دون استقلال أرباب العمل للعمال المهاجرين كفرض شروط عمل عليهم مقايير لما وعدوا بها. وبرزت في الفترة الماضية حالات عدة تم على أساسها صدور قرارات ترحيل للعمال بسبب أخطاء فنية قام بها أرباب عمل سابقون، ومنها قضية المطور التكنولوجي
تياب شباب الذي يوصف بأنه موهبة تكنولوجيا عالمية، حيث استحوذت قضيته على اهتمام إعلامي كبير بعد قرار الهجرة ترحيله، لأن رب عمله السابق نسى إخراج تسجيله من التأمين التقاعدي المهني، الأمر الذي اعتبرته الهجرة مخالفا للقانون، ورفضت على إثره تجديد إقامة عمله، وأصدرت محكمة الهجرة لاحقا قرارا بترحيله. مصري مدر ليبيا سكاب كلمني مصري مدر ليبيا سكاب كلمني الرسال سرلالي وتاهلي تتمر من صبر وملكي قدر ورح سنة حسبا وقدر كوك الأسبر ومرت بيري مدر وغربة حمد ألبا تتمر من صبر وملكي قدر انتقاكي شمالي ومبل شمال منبر انتقاكي شمالي حسبا وقدر كوك الأسبر ومرت بيري مدر وقربت حمد ألبا تتمر من صبر وملكي قدر ورح سنة حسبا وقدر كوك الأسبر ومرت بيري مدر وقربت حمد ألبا تتمر من صبر وملكي قدر انتقاكي شمالي ومبل شمال منبر انتقاكي شمالي ومبل شمال منبر يقدر كو صفلال عيلة سنكو صبر عيلة سنكو صبر خاطرة بمناسبة ذكرى الاستقلال بقلم زين العابدين. من قرائب هذا الزمان أن تعيش شعوبنا التي الذي وصفه القرآن الكريم
والكتب السماوية الأخرى والأساطير القديمة، وأن نعيد إنتاج ما كان الناس في مقدمتهم نحن نعتبرها جزءا من التاريخ القديم. علينا الاعتبار بها وأخذ الدروس والعبر منها حتى لا تتكرر بشكلها المأساوي. من أوقعنا في هذه الدوام وهذا التيهان من لعن الأرض فأجدبت ليس في الحرس والنسل فقط، بل في إنتاج أبطال يتصدون لهذا التداعي وهذا الهلاك، يصرخون في وجه العاصفة، وإن كان عواء الريح العاتية لن يوصل صوتهم حتى لمن يقف بعيدا عنهم مسافات قليلة. من قرائب هذا الزمان أن فقدان المبادرة وضياع البوصلة التي ترشدنا نحو الوطن هو الموقف السائد. لا أبطال ولا أنصاف أبطال، بل كل ما نراه في المشهد هو تعطيل كل أدوات الإبداع والابتكار، مع أن العالم من حولنا كثرت فيه الإبداعات والابتكارات أضعافا مضاعفة وفي كل المجالات والميادين. إلى من نوجه نغمتنا وغضبتنا من سرق منا الفرحة في مثل هذا اليوم، يوم جلاء العدو من أرض الوطن، وأوقعنا في حالة يصعب أن يتمناها الإنسان لعدوه قبل الصديق. من أي باب وأي ثغر من الثغور تسللت مقدمات ما ستكون في المستقبل الكارثة. يبدو أنه وفي عشية جلاء العدو في جنح الظلام وفي كل ليلة من ليالي ما قبل الاستقلال وبعده كانت هناك أيادي خفية تنسج في جنح ذاك الظلام ما سيأتي علينا بالكارثة. ضحك البعض من البعض، سخر البعض من البعض، ساهم البعض في حرمان البعض من فرحة الحرية والاستقلال، ظنا من هذا البعض أنه يحافظ على إنجازات تنظيم أو جماعة، وفوجئ بأنه كان يحفر حفرته لكنه غير مأسوف عليه لم يوسع مراقد تلك الحفرة التي كان يحفرها لغيره، بل عمقها وضيقها، وعند الوقوع فيها بنفسه كان التكسير والقيام في ظلماتها مصيرة. اللهم لا شماتة، نحن الآن جميعا نقف على قارع الطريق يؤدي بنا إلى المزيد من الهلاك والكوارث تحيط بالوطن والمواطن الفواجع من كل حد وصوب. ليس هناك وقت للتنابز والتباعد والشقاق، فإما أن تتوقف هذه الجماعة التائهة عن هذا العبث وتوقف تكرار تلك الفواجع والكوارث بصورة من الصور، لأن الوضع في هذه اللحظة التاريخية والفصلية هو أن نكون أو لا نكون، وإما أن يستمر هذا العبث بمقدرات العباد والبلاد، أما أن الأوان أن ننقذ ما تبدلت لدينا من أحاسيس ومشاعر، وينادي فينا مناد يخرج علينا من أوساطنا يدعونا لأن نلتف حول خارطة طريق واضحة المعالم نصل من خلالها إلى قلب البلاد والعباد. هذا الطريق موجود معبد بتضحيات أجيال متعاقبة، لكن الرمال التي زحفت من صحراء يأسنا وعبثنا دفنت معالمه، والبحث عنه مهمة شاقة ومضنية ولكنها ليست مستحيلة. والآن دعونا أخواتي نفرد مساحة للتفاؤل والأمل الذي لا يعيش الإنسان إلا به وله. الوضع نعم كارثي والمأساة عمت وتعمقت واليأس سيد الموقف، لكن الإنسان لا يستطيع أن يعيش وهو يبكي على ما سكب من لبن أو دماء. لا بد أن ينفض سرادق العزاء الذي طال مكوسنا فيه ونبني بديلا عنه خيمة فرح قادم تظلل الجميع ولا تحرم أو تنبذ أحدا. الكل جاء يبكي مآساته الخاصة في سرادق مآسينا العامة، والآن أكملنا البكاء ولم تعد هناك حاجة لهذا السرادق وذاك البكاء، بل علينا أن نلملم ما تبقى لدينا من ذكريات وكرامة ونقف على أرجلنا للوقوف أمام هذا الريح العاتي فرادا وجماعات. نعم القول أسهل من العمل، لكنه في كان القول، والآن في الخندق ظهرت سمات الحمل وما سيولد من هذه المآسى وهذه الكارثة لا بد أن يكون جميلا وواعدا. فكم من مآسي وتجارب قاسية في التاريخ ولدت الانتصارات.
في ختام برامجنا إذا كان لديكم رأي أو مشاركة يمكنكم طرحها عبر التواصل معنا أو تحت الهواء عبر تلفوناتنا 03 12 61 09 0 من داخل السويد. أما من خارج السويد في مفتاح السويد هو 0046. كما يمكنكم أيضا مستمعين الكرام الاستماع لبرامجنا السابقة عبر حرنت.org أو عبر قناة الإذاعة في اليوتيوب دمس حرنت. ولا تنسوا الاشتراك لكي يأتيك المزيد في نهاية كل أسبوع. أما الآن المستمعين الكرام قد وصلنا إلى ختام برامجنا بالعربي والتقنية الذي عد لهذا اليوم. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورمضان مبارك مرة أخرى، وكل عام وأنتم بخير. نحوت في